وسحور في الدرب الاحمر يبقى اكيد عم حسين الفيومي. احلى حوار. سحور لازم يكون في منطقه شعبيه من اللي هنا في اشهر عربيه فول في الدرب الاحمر، وهي مشهوره جدا بالبطاطس الجمبري. بقى تركز معايا وتصحصح معايا لان هعرفك على مكان تسحر فيه انت واصحابك رايق جدا. صلي على النبي وتعمل لايك بايدك الحلوه دي. عم الشغلانه عم حسين الفيومي. حسين الفيومي عنده كل اطباق الفول اللي انت عايزها، من اول الطواجن الفول بالسجق والموتزاريلا، طبق المشهور عالميا طبق الفول ابو زيت حار اللي محطوط عليه بقى شويه اختراعات جديده. طبعا البطاطس الجمبري اللي عم حسين مميز بيها في الدرب الاحمر كلها. معلومه صغيره، طول ما انت في اي مطعم بتسحر فيه لازم تجرب البطاطس الجمبري. بقى اجواء رمضان اللي موجوده في وسط حاره في قلب الدرب الاحمر عالميه بجد. اللي بيجي عند اولاد الفيوم يا جدعان بيتروق عليه جامد والله، احلى معامله واحلى اكل وعنده كل حاجه. احلى فول واحلى طعميه واحلى بطاطس، الكلام هنا. الدرب الاحمر في حوش الشرقاوي عند عم حسين الفيومي. والترابيزات وكل حاجه مميزه عند عم حسين الصراحه في قلب الحاره. فاجئت بيه السنه دي اللي عم حسين عامل عربيه مخصوص للمخللات وكل حاجه في المخللات. الجريل اللي بيطلع منه بقى الفول اللي بالقوطه والبيض المدحرج وكل بقى نسمي الله ونشوف اقوى سفره سحور في الدرب الاحمر. بتقول عند عم حسين اكنك دخلت قصر الكباب قاعد بتتسحر فيه. السفره دي ما كانتش ناقصه حاجه، من الكفته الطعميه لحتى العجه لكل اقوى سفره سحور في الدرب الاحمر يبقى لازم عم حسين الفيومي. الصراحه ما خلاش حاجه مش موجوده على السوق. طعميه كفته هتلاقيها على بقى ايه، زيت حار ده وصايع، طعميه موتزاريلا. عم حسين كويس. عم الشغلانه طبق فول بالقوطه من بتاع عم حسين. يلا بينا نجرب. بالطشه والثوم في الروقان من مسحس. عم الشغلانه ده لازم بطاطس جنبها. تعالى بقى نجرب الطعميه الكفته بتاعت عم حسين. كفته كانك بتاكل كفته مش طعميه. وعم حسين بقى ما نسيناش بقى في البطاطس الصوابع لازم تكون معانا على السفره برضه. وبقى هنا في بقى تورته بيض. تعالى بينا نجرب. دي طعميه جبنه كيري. تعالى نجرب. اما دي بقى طعميه كيري على بسطرمه. وده بقى بيض مدحرج بالسمنه البلدي اهو. المكان هنا سكه حوش الشرقاوي والدرب الاحمر، اولاد الفيوم.